عمران، تحكيم قبلي ينهي قضية قتل بين أسرة المنجدي عقب جهود كبيرة نجحت الوساطة القبلية التي قادها الشيخ نصر أبو شوارب والشيخ عبد الكريم داود بحضور قيادات المحافظة ومشائخ وأعيان محافظة عمران. أنهى تحكيم قبلي في المنجدة محافظة عمران قضية قتل بين آل المنجدي المجني عليه سميح سعد حسين المنجدي والجاني أحمد يحيى حمود المنجدي. وقد قاد الوساطة الشيخ نصر أبو شوارب والشيخ عبد الكريم داود ومعهم الشيخ ماجد المنجدي وعبد الكريم الفقيه وسلطان الشعبي وفيصل فرحان القاضي وأحمد يحيى شرف الدين رئيس الاستئناف، وبحضور قيادات محافظة عمران والدكتور فيصل صغير جعمان والأمين العام الشيخ صالح زمام المخلوس وكيل المحافظة وأبو خرفشة وكيل النيابة وحسين الرواني ورئيس النيابة هادي عايض الشلح والشيخ خالح الأشول والشيخ محمد حسين الطبيب والشيخ فارس حرمل وعدد كبير من مشايخ وقيادات عسكرية وأمنية من أبناء المحافظة. وخلال الصلح القبلي أشاد الشيخ أبو شوارب: أخوتكم وأصحابكم وصروفكم دولة قبيلة، دولة قبيلة جو في سناكم وجو موفيين، وعلى رأس الكل محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وقيادة المحافظة الأمين العام والوكلاء وأخوتكم مشايخ وعقبال خارف مكتب عمران والأشبور والجنات وخارف بشكل عام من طرفاء للشرف. واليوم وصلناكم، صرنا اخوتنا واصحابنا بيت الشعبي في نقصهم ومقتل ولدهم سميح بن سعد الشعبي رحمة الله عليه من قبل الجاني أحمد يحيى المنجدي، وطالبين عفوكم يا رجال، ومن عفا وأصلح فأجرح على الله. واليوم وصلناكم وأحمد معي في يدي احتراما وتقديرا لاخوتنا واصحابنا بيت الشعبي والمنجده واصحابنا المنجدي الجمعه والمنجده كما يعرف الخاص والعام. المنجده اسمها فيها يعني منجده الغيره والحميه والكرامه والنخوه والعفو وعلمنا وسلامه الجميع، وطالبين العفو منكم والسماحه وعلمنا وسلامه الجميع. إلى ذلك رحب الشيخ عبد الكريم داود: اهلا بكم آلاف يا اخوان، وانتم قصدتونا الى المنجده من محافظه عمران من سبيل الحب في صدر من ضيلهم القلب عنوان الولد سعد سميح الشعبي وعمومه وكل الاخوان بشان مقتل سميح الشعبي من قبل سنتان على يد الجاني أحمد يحيى عريجة ذي بدر نفسها الآن. ونطلب من الشعبي العفو للواحد الديان وأجرهم على الله خالق الإنس والجان. وموقف اليوم يصبح للسماح عنوان يتناقلوها القبل ويصبح بكل لسان، وذكر آل الشعبي يصبح لنا برهان. وشكرنا لله وذي سعى ونصرح الشام الأخ ماجد المهدي وعبد الكريم الفقيه والشيخ نعمان، والشكر الموصول لسلطان الشعبي وفيصل فرحان. ونشكر قيادة المحافظة والجهات الأمنية وعلى رأسهم محافظة عمران الدكتور فيصل صغير جعمان، ولا ننسى الشيخ نصر أبو شوارب الذي سعى من بداية القضية ولوجه الله سبحانه وتعالى، وجميع مشايخ خارج
ومكتب عمران لا نقصي منهم أحد، وكل من حضر الآن من أخواننا الجبل وعيال سريح. ولا ننسى الأخ رئيس استئناف محافظة عمران القاضي أحمد يحيى شرف الدين، مع وكيل النيابة حسين الروني، ورئيس النيابة هذه عيضة الشلح، الذي سعوا لإصلاح الشان، وإن دل على شيء فإنما يدل على التسامح ولما الشمل، خاصة في هذا الظرف الذي احنا فيه. فنسأل من الله أن يجمع شملنا ويوحد كلمتنا. هذا ما عندنا وسلامتكم، وباقي الحديث على الأخ علي سعد الشعبي. اسمعوا يا رجال، تام قد حضرتم به وجيتم بالله ساحتنا لهانا، وعلشان هذا الوجيه وجميع من حضر احنا معفيين لوجه الله وعلى راس المحافظ، احنا معفيين لوجه الله، ما نشتي منه الشربة منه. طيب الله الكسوف مكانكم. طبعا الاخ علي سعد الشعبي اخوي المتوفي، مع الاخ سميح او سعد سميح الشعبي، معفين عفو شامل كامل لوجه الله العظيم. والله ما في حتى قيمه صحه، وان دل على شيء فانما يدل على انهم مقتصدين وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو بنفسه. احنا معفين ولا نشتي من الصحة منه، صحة منه عفو الله وجه الله. بيض الله وجيههم، الله يجمل عليكم. فيصل الغداء عندنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي الدم أولياء الدم عنهم والد القتيل سعد الشعبي وبيت الشعبي جميعا، وكذلك الشكر موصول لأهل المنجدة، أخواننا أهل المنجدة جميعا، وأيضا الشكر لكل من سعى في هذه القضية، الشيخ نصر أبو شوارب والشيخ عبد الكريم وغيرهم والشيخ نعمان، وكل من سعى إلى إصلاح والحل في هذه القضية. لا نقول بارك الله فيكم وزاد من الرجال من أمثالكم، ونحن في مرحلة أحوج إلى تقوية جبهتنا الداخلية، وهذه من الأعمال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى، ومن الأعمال التي إن شاء الله يكتب لنا فيها الخير. ونحن في مرحلة نحتاج إلى التوحد، إلى أن نكون صف واحد، إلى أن نقضي على الخلافات جميعا. نكرر الشكر لأولياء الدم والشكر للجنة الوساطة، ونقول لكم بارك الله فيكم وزاد في الرجال من أمثالكم، ونستأذنكم. والسلام تصوير وتقرير عبد الوهاب العشبي.